السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبعافية وزي الفل. في البداية ما تنساش ان انت تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما تنساش الصلاة على الحبيب مهمة جدا. بعد ما صليت على الحبيب تعالى نبدأ بحاجة مهمة جدا، وهي مباراة بتوع الطموح مع بتوع البليلة. امبارح كان في مباراة بتاع الطموح على بتاع البليلة، الاتنين كانوا بيلعبوا مع بعض امبارح في مباراة تعاونية جميلة جدا. يعني فيها كل شيء وفيها كل حاجة محتاجين ان احنا نقف عندها. يعني المباراة كمباراة كانت مباراة تعاونية ما بين الاتنين، وكل واحد بيطبطب على اخوه. دي لو هنتكلم على المباراة. ولكن طبعا المباراة حصل فيها احداث جميلة جدا، نتمنى من الاخوه بتوع لجنه العقوبات والحاجات دي كلها انه يشوفوها. يعني شتيمه من الجماهير موجوده، خناقات على ارض الملعب موجوده، جهاز اداري وجهاز مش عارف ايه بيضربوا في بعض، كل الكلام ده كله موجود. وبالتالي فاحنا في انتظار هل هيكون في عقوبات ولا هنعتبرها حماس شباب زائد كالمعتاد؟ فهنشوف. دي حاجه لازم سعادتك تكون عارفها في بدايه الحلقه. واحد يقول لي انت تتوقع ايه؟ اتوقع ان الموضوع يروح للحماس. يعني انت عارف طبعا الناس دي الحماس عندهم عالي شويه، فاحنا ما بنعاقبهمش لان هم متحمسين شويه. مش معقول يا جدع اعاقبهم على الحماس، انما ممكن اعاقبهم على اي حاجه تانية الا الحماس. ما ينفعش الحماس. فده اول حاجه. طيب، الحاجة التانية وهي ليها علاقة بعمرو السولية. عمرو السولية اتعملت له إشاعة. الإشاعة دي اتبعتت ليه دكتور فينك، لأن عمرو السولية جات له إصابة تاني وفي نفس المكان، واللاعب بيتصاب بشكل غريب جدا وعجيب جدا في نفس الوقت، وشيء مريب وغريب. واحد يقول لي ليه؟ لان انت يعني ما بتلحقش ترجع، يعني يا دوب وانت خلاص في مراحل النهائيه من الرجوع هوب تعيد من الاول وجديد. خلاص قربنا هوب تعيد من اول وجديد. وهنا الاهلي بعت اشاعه لدكتور فينك عشان يساله هو احنا ماشيين صح ولا غلط؟ هو ايه العطله فين؟ هل الحاجه ليها علاقه بالتاهيل ولا حاجه ليها علاقه بايه؟ لان احنا بنعيد الكره مره ورا الثانيه. وبالتالي فالاهلي بعت لدكتور فينك عشان يشوف مصير عمرو السوليه. النهارده طرح تذاكر الاهلي مع سان جورج. طبعا الامن كان وافق على 30,000 متفرج. فالنهارده طرح تذاكر الاهلي مع سان جورج. طبعا المباراتين احنا هيكونوا في مصر. بالنسبه لتاو، خلي بالك تاو مهدد انه ما يلعبش مباراه بتاعه سان جورج. النهارده هيبقى في عوده للتدريبات، وبرده هيبقى في اختبار طبي تاو، وان كان في تحذيرات بمشاركته، تحذيرات طبيه من مشاركته. فهنشوف بقى. بس النهارده زي ما بقول لك هي عوده التدريبات. امبارح كولر منحوا للعيبه اجازه. اليوم اللي قبله كان في ماتش اللي هو تراي ماتش والكلام ده كله، ولكن اللعيبه اللي شاركت في مباراه المصري كانت بتلعب تمرينات خفيفه. اما اللي ما شاركوش فلعبوا تراي ماتش ما بينهم وما بين الناس اللي هم في قطاع الناشئين. تمام. تاو زي ما بقول لك هنشوف لسه الدنيا ماشيه ازاي، وان كان زي ما بقول لك في تحذير طبي من مشاركته، ولكن الراجل جاهز. سيد عبد الحفيظ طبعا انت عارف انه هيكون موجود مع قنوات ابو ظبي الرياضيه اللي خدت حق بث مباريات الدوري الافريقي الجديد. هم اللي هيذيعوا المباريات، وقال لك ان المباريات هتكون على المفتوح. خلي بالك برضو في محاولات من اون زمالك سبورتس برضو ان هم ياخدوا الشاره برضو هم كمان، ولكن مباريات الاهلي بس. يعني هم عايزين ياخدوا مباريات الاهلي بس، انما ابو ظبي خدت البطوله كلها. ف اون زمالك سبورتس زي ما بقول لك عايزه تاخد مباريات النادي الاهلي، واحتمال كبير ان هي تنجح في ان هي تاخد المباريات. واحد يقول لي طب هو اني احسن؟ طبعا اون زمالك سبورتس هتبقى اسهل شويه في ان انت تعرف تجيب التردد والحاجات دي كلها، ولكن انت برضو عندك ابو ظبي. يعني لو اون زمالك ما عملتش فانت عندك برضو ابو ظبي، وطبعا تغطيه محايده. فيعني دي حاجه لازم سعادتك تكون عارفها. خلي بالك في ازمه، خلي بالك ما بين الاهلي مع الشركه الايطاليه اللي هي بتاعه الدوري الافريقي. طيب ليه؟ حاجتين. اولا التذاكر بتاعه الطيران، هم عايزين يشيلوا 40,000 دولار، وانت عايز تقول لهم لا والله يا جماعه ده انا بدفع 60,000 دولار. وبالتالي في حوار على كده. الحوار التاني برضو وهو ليه علاقه بالاجنده الدوليه، ان المباريات متعارضه بشكل كبير جدا مع الاجنده الدوليه. انت عندك مباراه سيمبا متعارضه بشكل كبير جدا مع الاجنده الدوليه. انت اخر الاجنده الدوليه 17 المفروض هتلعب مباراه سيمبا يوم 20 هناك.
فانت فاهم، فانت عندك لعيبه بقى اللي هيلعب في اليابان واللي هيلعب في جنوب افريقيا واللي هيلعب في مش عارف ايه، على ما يجي لك انت بتتكلم في يوم 18، على ما تسافر فانت بتتكلم في، انت فاهم بقى القصه. فانت عندك دربكه بسبب الموضوع ده، فانت برضو في كلام مع الشركه الايطاليه والحوارات دي كلها. كمان برضو في حاجات ليها علاقه بالرعايه، تيشيرت الرعايه هل راعي ولا مش عارف ايه. الشركه قالت لك ان انت من حقك تجيب راعي، الاهلي بيتفاوض معاه على انه يبقى فيه 2 رعاه. واحد يقول لي يعني من الاخر كده انت مثلا عندك راعي، عايز تحط راعي، هتعمل مناقصه ولا مزايده كده وتشوف راعي يكون هو في البطوله دي. فانت ايه بتحاول تزود كمان راعي، بدل ما يبقى واحد لا خليهم 2، فاهم؟ واحد مثلا هنا واحد هنا وهكذا، وهم بعد كده ليهم الحق في بقيه التيشيرت. فدي حاجه لازم سعادتك تكون عارفها. زي ما قلت لك النهارده عوده التدريبات بعد الاجازه استعدادا لمباراه الاهلي مع سان جورج. فدي حاجه. اكرم توفيق جاهز ان هو خلي بالك يخش في المباراه بتاعت سان جورج، زي ما كريم فؤاد دخل المباراه بتاعت المصري وادى مباراه كويسه واحرز هدف، وطبعا كانت بدايه قويه لكريم فؤاد، ربنا يشفيه يعني يتممها على خير، واللاعب يعني يبعد عنه الاصابات، فهو لعيب مهم جدا ولاعيب كويس جدا. فدي حاجه لازم سعادتك تكون عارفها. طيب الحاجة اللي كمان عايز اختتم الحوار بيها وهي موضوع مصطفى اشرف، لان ناس كتيرة بتسأل عليه وناس كتيرة بدأت تتكلم عليه. هو ايه حكاية مصطفى اشرف مع النادي الاهلي؟ طيب ناخد الموضوع باختصار شديد، وموضوع سهل وبسيط. شوف يا سيدي الفاضل، انت في فترة الانتقالات اللي فاتت كنت بتحاول ان انت تجيب مصطفى اشرف. طيب ما جبناهوش ليه؟ ما جبناهوش لسببين. السبب الاول ان انت كان في بعض الامور المادية انت ما اتفقتش معاه، سواء مع اللاعب او مع النادي. يعني النادي كان طالب رقم، اللاعب كان طالب رقم، حضرتك كنت طالب حاطط ارقام مختلفه تماما عن اللي هم كانوا عايزينه، وبالتالي فالموضوع اتجمد، او نقدر نقول اتجمد، لان برضو انت حضرتك كنت مركز في موضوع حسم صفقه موديست والكلام ده كله قصص بقى، والمهاجم والليله دي، لان لما تيجي ترتب الاولويات اكيد كان ساعتها المهاجم هو الاولويه القصوى، فالناس كلها كانت مركزه في موضوع المهاجم وقللوا شويه الاهتمام بموضوع مصطفى اشرف، فالموضوع اتجمد وقتها. طب واحد يقول لي هو احنا رجعنا تاني للموضوع دلوقتي؟ اقول لك ولكن بشكل مش قوي قوي. واحد يقول لي يعني انت فتحت برضو المواضيع ولكن انت مش مستعجل على الموضوع. واحد يقول لي طب ليه؟ لان اللاعب ده لو هيجي في يناير، في شهر يناير، فانت بتتكلم معاه في الهادي كده، سواء هو او النادي بتاعه، فانت بتتفاوض معاه بطريقه هاديه شويه، مش مستعجل، واخد الموضوع بهدوء شويه. ده يعني ايه موضوع مصطفى اشرف. فهل هيكون موجود في النادي الاهلي ولا لا؟ هنشوف الفتره الجايه. طب هل هو قريب ولا مش قريب؟ والله بص، الكلام سواء من ابو مصطفى اشرف او كده بيقول لك والله ان احنا عايزين النادي الاهلي، والكلام الجميل اللطيف ده، بس هنشوف انت بقى ايه وقوه مفاوضاتك. على فكره برضو عشان تكون عارف ومعايا في الصوره، فالنادي الاهلي برضو بيتارجت ان هو يتعاقد مع لعيبه افارقه تحت السن في يناير، تحت السن، يعني مدافع افريقي، باك شمال افريقي، حاجه كده يعني. بس طبعا موضوع الباك الشمال ده مرهون بقدره كريم الدبيس على المشاركه في المباريات. يعني لو كريم الدبيس نجح في المشاركات القليله اللي هتجيله الفتره الجايه، فممكن موضوع الباك الشمال ده يتاجل. اما لو الدنيا ما نورتش فانت هتروح لباك شمال. طيب المدافع ما فيهاش كلام، انت دلوقتي بتحاول بشكل قوي جدا ان انت تجيب مدافع تحت السن. في لعيب يعني هو جوكر بيلعب مدافع وخط وسط مدافع، يعني الكلام معاه شغال، ولكن هنشوف الدنيا ماشيه ازاي. تمام. بس كده، سلام عليكم.